60 مع هجوم اخير. الكرة عند رضوان سليمان من بعيد برشا، يحاول والشبيبة القيروانية تنتصر او لا تتأهل نسبيا منطقيا بفارق النقاط. نتيجة لصالح الشبيبة القيروانية رغم الهزيمة انتصار الاتحاد الرياضي المنستيري بفارق نقطة 63-62، لكن النتيجة هذه تخدم الشبيبة القيروانية بطبيعة في الترتيب، والترتيب العام اللي يكون بثلاثة فرق 63-62. ان شاء الله الاجواء ما تكونش متعكره، وهنا الاجواء ان شاء الله ما تخرجش اكثر على السيطره الحقيقه في قاعه مزالي بالمنستير في اللحظات هذه، خاصه بعد نهايه المباراه. ما نحبوش المقابلات توفى هكا، رينا مباراه مشوقه، رينا مستوى عالي في كره السله، ما نحبوهاش توفى بالطريقه هذه الحقيقه في قاعه مزالي بالامانه وفي القاعات الاخرى. كلاتش بلاير معناتها ادى دوره اسامه مرناوي اللي هو معناتها السيناريو اللي كوشمار كما نقولها بالنسبه للاتحاد المنستيري، تكون رابح وكل مقابله في يدك معناتها سهو في الاخر. برافو معناتها للفريقين. شبيبه الحقيقه امنوا بحضورهم ممتازين وملاعبيه بصراحه من افضل اللاعبين اللي ما يسلموش، اللي عندهم الجرينتا، اللي عندهم الروح، واللي عندهم الحقيقه القليب باش جابوا السكورينج هذا اللي يخدم مصلحتهم. كما قلنا فارق نقطه يخلي الشبيبه القيروانيه منطقيا مازالت مباراه، مازال ما تلعب حتى شيء في الصداره، راهو رسميا وحسابيا مازالت مباراه ضد النجم الرياضي الساحلي هي اللي باش تخلي ربما الحسابات اكثر من بعد، نعرفوا شكون الاول شكون الثاني شكون الثالث. ومازال جوله كامله الاتحاد الرياضي المنستيري باش يواجه اتحاد او الدليل الرياضي بجرومباليا في جرومباليا، والنادي الافريقي باش يلعب ضد اتحاد الانصار في دار الشعبان على ما اعتقد. نذكروا اللي النادي الافريقي كان فاز بفارق 5 نقاط 90-85.